السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم أحمد المصري فرشاة العرايس بزواج قاصد. نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك العروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. معاكم فيديو جديد من فيديوهاتي بفرشاة العرايس. ندخل من باب شقة عروستنا، اللهم بارك. هنا السفرة والنيش والأنتريه مفتوحين على بعض. ده الدلسوار. اللهم بارك. ذوق العروسة كان هنا حاجة بسم الله ما شاء الله. مختارة الألوان بعناية، كل حاجة هنا مظبوطة، اللهم بارك، مفيش ولا غلطة. دي الستاير. ده النيش عبارة عن قطعتين وده الاسوار. ده الاسوار، هنا حطينا عليه 3 شمعدان. دي السفرة كانت هنا مدخلة لونين مع بعض، كرسيين لون و4 كراسي لون. ده النيش. نتكلم هنا عن النيش بكل تفاصيله. هنا ده طقم قارورة بوهيمي ومعاه طقم كاسات. الرف الأول من فوق. الرف التاني هنا برضو كان قارورة ومعاه طقم كاسات. طبعا كل رف بنغير شكل الرصة بتاعته. اللهم بارك. كانت العروسة هنا مختارة ألوان يعني هي هادية شوية، مش مقفرة. ده طقم خشاف ومعاه برضو حطينا هنا طقم كوبايات وطقم كاسات. برضو كان عشان الخشاف طقم ذهبي فحطينا معاه كوباية ذهبي. لو تلاحظوا هنا النيش القطعة الأولى دي كلها ذهبيات. ده طقم فطار اسود في ابيض. كده دي كانت معانا القطعة الاولى. حاولنا ان هي نخليها كلها دهبي. ده طقم قارورة بوهيمي. ده برضو كده خلصت القطعة الاولى. نشوف القطعة التانية من النيش. هنا برضو طقم كاسات بقارورة ومعاه طقم كاسات تاني. لونه ذهبي برضو. هنا برضو هنا طقم كاسات بقارورة ومعاه طقم كاسات تاني. هنا العروسة كانت مايلة أكتر للدهبيات، بس دهبيات على خفيف، مش الدهبي اللي هو دهب كتير. هنا طقم خشاف برضو بس ده لونه سيلفر، الناحية التانية كان لونه دهبي وحطينا معاه طقم لونه سيلفر برضو. هنا برضو ده طقم فطار تاني بس لون تاني، وغيرنا هنا شكل الرصة. دي كانت محتويات قطعة النيش التانية. ده الكارت بتاعي. هنشوف هنا شقة العروسة كاملة كلها. انا كنت نزلتها على الفيسبوك قبل كده، بس كان مثلا النيش هنا كان في فيديو، المطبخ فيديو، اوضه الاطفال فيديو، اوضه النوم فيديو. بس هنا على هننزل ان شاء الله الشقه كامله على قناتي على اليوتيوب. هنا تد الاسوار، حطينا هنا شنطه المعالق وطقم الشوربه اللي هو المفروض بيتحط على على الرخامه. هنا اللهم بارك ده طقم الصيني. هنا الدرسوار كان 3 رفوف، حطينا هنا طقم الصيني كله. هي كانت جايبه طقم صيني كامل.
قسمناه على 3 رفوف. لأن كان عندها طقمين فطار، فحطينا طقمين الفطار في النيش وحطينا طقم الصيني مع بعضه. هنا برضو حطينا هنا ده طقم كوبايات وطقم استكانات قهوة، وتحت ده طقم عشاء. برضو كانت الاسوار الضرفة اللي فيها الصيني كانت شفافة، يعني ازاز شفاف، فكان واضح فيها طقم الصيني كامل. ده الانتريه. اللهم بارك. العروسة كانت مايلة للحاجات الهادية. دي ترابيزة كده عند دخلة الباب، برضو شكلها شيك جدا. حطينا عليها شيالة مؤقتا، بس الشيالة اصلا هتتحط على الترابيزة. ده كده شكل النيش والريسبشن. دي بقى اوضه النوم. اللهم بارك. كانت العروسة عايزة تزيين السرير. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما قلت لكم العروسة هنا كانت حاجتها مختارها بعناية جدا، كل حاجتها بسم الله ما شاء الله. ده كان كده السرير، كانت طالبة ان هو يتزين. دول حرفين العريس والعروسة. ده الدولاب. تسريحة. كان مفرش السرير هادي وبسيط بصراحة، كان شكله حلو جدا. هنا ده الدولاب. في طبعا هو زي الدريسنج، في ليد من جوه، والدولاب المراية شفافة يعني، بس متفهمة. هنا دي أطقم الملايات. اللهم بارك. دي كانت رصة أطقم الملايات. هنا دي فوط، لأن الرف كان كبير جدا، فحطينا من ناحيتين أطقم ملايات، دي ملايات السادة والناحية التانية ملايات المنقوشة. رصيناهم بالشكل ده، وفي النص فصلنا بينهم بالفوط، لأن الرف كان كبير. هنا برضو حطينا ملايات وزينا جنبهم بالفوط، وتحت هنا برضو فوط. برضو تحت هنا كان فوط. اللهم بارك. كانت أعدادهم حلوة وخامتهم تحفة بصراحة. دي فوط. طبعا حبينا نغير كل رف رصته غير التانية. دي كده شكل الفوط. ودي ملايات بنزين طبعا جنبهم بالفوط. من فوق هنا برضو كانت الملايات. يا رب يكون شغلي عجبكم. هستنى رأيكم. ما تنسونيش في التفاعل علشان شغلي يكبر اكتر واكتر بيكم طبعا. هستنى رأيكم في التعليقات. لو انتم مشتركتوش في القناة اشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد في فيديوهاتي فرش على رايس. ده كان شكل الدولاب هنا. الناحية التانية كانت خاصة بالهدوم، فما صورتهاش، هدوم العروسة وهدوم العريس. ده شكل السرير.
طبعًا هنا كنا مفنشين كل حاجة، لإن كل حاجة كانت مضبوطة وكل حاجة كانت جاهزة، ففنشنا كله. دي أوضة الأطفال. هو دلوقتي مش زي زمان أوضة الأطفال بتبقى فيها رسومات ودباديب والحاجات دي، لأ، بقت أوضة شبابي أكتر. فيُفضّل إن إحنا ما نعملش أوضة أطفال اللي هو فيها رسومات، خلاص إحنا دلوقتي نعمل أوضة شبابي، بحيث إن ينفع للأطفال لمّا يكبروا برضه، ما تبقاش حاجة وموضتها راحت. ده كده الدولاب، هو كان الدولاب مكبّرينه شوية، يعني شبيه لدولاب أوضة النوم. لمّينا طبعًا فيه كل المفروشات الأطفال والكبير. هنا حطينا دي مفروشات، بطانيات وكوفرتيات. هنا دي الطرفة الأولى. هنا دي الطرفة اللي في النُص، حطينا برضه هنا ملايات الأطفال والملايات والحافات وبطاطين وحافات الأطفال هنا تحت وكوفرتيات. يعني عملنا كل الدولاب للمفروشات. حتى هنا ملايات الأطفال كانت مدية على شبابي طبعًا، ما فيهاش رسومات الأطفال، وزي هنا جنبهم فوط الأطفال. دي كوفرتيات السرير الكبير. هنا حطينا برضه ملايات أطفال، بس دي منقوشة. هنا يعتبر كلها ملايات أطفال. ده اللحاف بس بتاع السرير الكبير، وجنبه هنا بطانية. ده الشكل النهائي. نشوف الضرفة التانية. دي كانت بطانية أطفال، وفوق هنا لحاف كبير برضو، دول بطانيتين أطفال زيناهم بشرطان الستان. كانت برضو هنا الستاير هادية وبسيطة خالص، ما فيهاش أي شغل. نشوف بقى المطبخ. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ده المطبخ. هنشوف المطبخ كده الأول، هنلف لفة كده سريعة. ده شكل المطبخ، اللهم بارك. كانت كل الأجهزة جوه المطبخ، البوتاجاز والتلاجة والغسالة الأطباق وغسالة الملابس والميكروويف والفرن، كان يعني معمول حسابهم جوه المطبخ. كان هنا برضو في نيش في المطبخ. دي الرخامة، حطينا عليها طقم التوابل، فناجين، الفراير، كاتل. برضو مكترناش حاجات كتير على الرخامة. هنا العجان. ده شكل المطبخ. هنفتح دلوقتي ونشوف واحدة واحدة. هنشوف هنا محتوى المطبخ من جوه ايه. اول حاجة هنا معانا النيش، حطينا هنا تحت طقم عشاء، وفوق طقم كوبايات لونهم سيلفر مع بعض، وكاسات سيلفر برضو. ده طقم عشاء. هنا أطقم كوبايات سيلفر بمقاسات مختلفة. هنا أطقم كوبايات ذهبي وكاسات ذهبي برضو. هنا برضو حطينا طقم كاسات ألوان، طقم كاسات، وهنا دي استكانات قهوة بالأطباق بتاعتها. ودي هنا طقمين كاسات ألوان. كده كان النيش بتاعنا.
ده شكل النيش. دي التلاجة. هنا الميكروويف والفرن والغسالة. هنا حطينا لها كوبايات عصير وكوبايات ومجات، تبقى برضو استخدام الحاجات دي كلها، استخدام اللي جوه المطبخ. هنا برضو دي كوبايات سادة والوان مع بعض. هنا برضو حطينا كوبايات، ده دورق بكوباياته، وهنا دي كوباية الوان. حطينا طقم كاسات سادة. هنحاول نجمع في كل رف مقاسات مختلفة من الكوبايات، بحيث ان العروسة تبقى قدامها كل حاجة لاستخدامه. ده الاير فراير. هنا حطينا طقم حلل، وفوق هنا دي حلة الضغط، وحطينا معاها صينية جرانيت. هنشوف هنا. هنا برضو حطينا كوبايات الوان وسادة مع بعض. هنا برضو. هنا دي المطبقية، حطينا فيها كوبايات برضو بمقاسات وطقم عشا ده للاستخدام. هنا حطينا مجات وكوباية مية وكوباية عصير، وفوق أطباق اللي هي طقم العشا. نشوف تحت هنا. هنا جمعنا طقم حلل ستانلس، هو كان مقاسه كبير بسم الله ما شاء الله، عدد القطع بتاعته كتير، حطيناها برضو جمعناها هنا. اللهم بارك. وكانت حلة برضو كبيرة ستانلس حطيناها معاهم. هنا ده طقم حلل جرانيت، حطينا مع البراد ده. هنشوف الضرفة دي كمان. هنا جمعنا كل الطاسات، يعني هي اكتر طقم حلل هتستخدمه الطقم اللي تحت ده، طقم الجرانيت اللي تحت ده حطينا معاها الطاسات والصواني، دول اكتر حاجة هي هتستعملهم، فحطيناهم لها مع بعض، الطاسات مع بعض وطقم الحلل مع بعض. دي غسالة الاطباق. هنا جمعنا رف، هنا جمعنا فيه الصواني وقطاعات، وتحت الحاجات الألمونيا اللي هي مش هتستخدمها. هنا جمعنا كل الأجهزة الكهربائية، الخلاط والكبة، عصارة، حاجات برضو قريبة من ايديها، هاند بلندر. هنا رفعنا فوق الحاجة المكررة او الحاجة اللي مش هتستخدمها قوي، يعني كبة تاني. ودي بعض حاجات من العجان، يعني حطيناهم برضو في الرف مع بعض. هنا دي كوبايات، وهنا برضو كوبايات. هنا حطينا ده طقم طواجن البايركس، جمعناه برضو كله في رف واحد، وحطينا فوق بعض من الحاجات اللي هي ممكن تستخدمها البلاستيك، حافظات الطعام. هنا برضو دي كوبايات وكاسات كاستخدام برضو بأشكال ومقاسات مختلفة، ومجات برضو. المجات دي عجباني جدا، كتير بيجيبها الأيام دي. اللهم بارك. هنا ده العجان، طقم توابل، ما زحمناش الرخامة. ده كان المطبخ بتاعنا، كانت شقة عروستنا كاملة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.